سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. دائما مع وصفات مطبخ عبد الرحمن. اليوم جبت لكم وصفة ساندويتش الطابونة على طريقة المحلات، وصفة تونسية بامتياز، خفيفة وبنينة وما تكلفش، وخاصة البنات الخبز تاعها بنين بزاف. تقدري ديريها ساندويتشات للغدا والعشاء، كما تقدري ديريها للومجة او للخرجات. اللي حابه تجرب الوصفه ما عليها غير تبع الفيديو للاخير، وما تنساوش ديروا لي جيم البنات والبارطاج باش تعم الفائده بين الاحباب والاصدقاء. بسم الله، نبداو على بركه الله. نبداو في الخميره. عندي ملعقه ونصف خميره الخبز، نحطهم في بول، نضيف لهم ملعقه كبيره السكر، حوالي فنجان صغير حليب دافئ، كما تقدري تعوضيه بالماء. بالضروره لازم يكون دافئ البنات، ما يكونش سخون بزاف او بارد. نخليوها كوتي ونروحوه للعجين تاعنا. لاحظوا معايا هنا عندي كيل تاع البنات بالبول تاع الشاربه، درت 2 كيلات سميد رقيق سميد رطب و2 كيلات فرينه نفس المقدار. انت اذا حبيتي تجربي كميه صغيره ديري فقط بالكاس. درت نصف ملعقه كبيره ملح، نخلط كلش مع بعض كما راكي تشوفي. نضيف نص كاس زيت الزيتون او زيت المائده. نحاول نبسس كامل السميد تاعنا مع الفرينه والزيت كما راكي تشوفي، خلطه خفيفه فقط ما بين مخمر الخميره تاعنا. هنا نضيف كميه الحليب اللي عندي حوالي كاس ونص، كما تقدري تخلطي بالماء فقط وتعوضي الحليب بملعقه كبيره. لحظه، حليب الغبره. نضيف الخميره تاعي ونضيف كميه من الماء ونحاول نخلط ونلم العجينه. طريقه سهله سريعه وما تعبش البنات. هنا راني سرعت الفيديو باش ما يجيكمش طويل. نلم العجينه تاعنا. لما نجريوها البنات لازم نلموها وهي حاكمه روحها، شاده روحها مليح كما راكم تلاحظوا. لاحظوا بهذه الطريقه نقطعها ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح ما بين ما خدمنا الحشو تاعنا ونخليوه يطيب. لاحظي معايا بالنسبه للحشو عندي فلفل حار وحلو قطعته كما راكي تشوفي عشوائي. عندي 2 حبات طوماطيش قطعتها كما راكي تلاحظي مربعات صغار، وعندي 2 حبات بصل كبار قطعتهم رقاق مع سنينات ثوم حسب الكميه المرغوبه. عندي حوالي 4 ملاعق كبار زيت، لازم نديروا حسابنا البنات لانها تشكشوكه لازم تجينا بنينه. حطيت الزيت تاعنا يسخن في مقله، نحط البصله نخليها حتى تذبل مليح، نخلو التشكشوكه تاعنا طيب ونروحوا للخبز تاعنا. لاحظي نحطو على بلان دو طرافاي كيما راكي تشوفي باش يساعدني الحال، ونحاول ندلكو شويه وهو يابس، ونرش عليه الماء كميات قليله حوالي ملعقه او 2، ونحاول نفتحو وندلكو بهذه الطريقه. البنات تبعوا فقط الفيديو والصوره راهي واضحه، خاصه البنات كي نفتحوه راح نخليوه يكون خفيف بزاف. بهذه الطريقه يا البنات كما راكم تلاحظوا نفتحو ونطبقو ونرشو الماء. كي تدخل كميه الماء الاولى نضيف الثانيه، نعطيوه دبزات خفاف كما راكم تلاحظوا حتى نطلق. لاحظي بهذه الطريقه راهو خفيف مطاطي والله ما شاء الله. تبعوا فقط الطريقه اكيد راح تنجحوا فيها. نحطوه في البول او في الجفنه ندهنوها بالزيت ونغطيو عليه ونخليوه يخمر. نرجعوا للبصله تاعنا البنات نلقاوها ذبلت، نضيفوا الفلفل الاحمر عفوا الاخضر الحار والحلو، واللي عندها الفلفل الاحمر يكون احسن تقدر تضيفوه. بالنسبه للخبز تاعنا نلقاوه ارتاح وضعف الحجم تاعو. هنا نحط في طرشونه الخاصه بالمطبخ بالمطلوع تاعنا او بالخبز، نرشها سميد رطب، ونحاول نحط كريات صغار قد حبة المسمن او اكثر شويه، نحطهم مع السميد كما راكي تشوفي ونرش عليهم، نخليهم حوالي 5 دقائق. لاحظي
كما راكي تشوفي هنا في الصورة. نغطي عليهم ونخليهم 5 دقائق. هنا راح ندير خبز الفور ايضا، خبز الطابونة تقدري ديريه في الفرن او في الطاجين. انا درت في الفرن ودرت في الطاجين باش نوريكم ان الوصفة ناجحة 100% وسهلة وبسيطة، وبإمكان أي وحدة تجربها خاصة المبتدئات. أنا دايما نهضر ونتكلم مع المبتدئات لأن الكبارات يعرفوا ومجربين. لاحظوا هنايا حطيت الملح، فلفل أسود، نصف ملعقة تابل الدجاج عفوا، فلفل أحمر، نصف ملعقة في طماطم مصبرة وزنجبيل. نخلط كلش مع بعض البنات كما راكي تشوفوا في المقلة. هنا الحشو تاعنا راح يجينا معسل وبنين ما شاء الله. لما نضيفوا الماء يا البنات نغطيو عليه ونخليوه حوالي 5 دقائق ثم نضيفوا الطماطم. لاحظي اذا ضفتوا الماء يا البنات ما راح يجيكم معسل وما راح يجيكم بنين. خليوه فقط في الماء تاعو، خاصة الطماطم راح تطلق كمية كبيرة من الماء حتى ينشف تماما. نرجع للخبز تاعنا. لاحظي هنا راح نبسطو خبزات تاعنا راهم صغار البنات. لاحظي ما نديروها خشينة ما نديروها رقيقة، متوسطة فقط. الطريقة هذه كامل يعرفوها، فقط راني نوضح للمبتدئات باش يجربوا وما يخافوش، ولازم نوريو لهم جميع المراحل اللي يقوموا بها. نكمل الخبزات تاوعي البنات. الكمية السميد والفرينة اللي درتهم عطاو لي كمية كبيرة. الخبزات ما حسبتش قداه الخبزة، ولكن فيما بعد راح نعطي لكم كمية الخبز اللي تحصلت عليها. بعد ما خبزت الخبزات تاعي كامل نحط الطاجين يسخن. انا عندي الطاجين الحديد كما راكم تشوفوا، ومسحه خفيفه بالزيت، ونحط الخبزه تاعي غير تشد روحها شوي نقلبها ونحاول نحركها حتى تحمر من التحت ومن الفوق ونحيها، ونكمل كامل الخبزات اللي عندي بهذه الطريقه. اما بالنسبه للخبز اللي راح نطيبه في الفرن ندهنه فقط بكميه قليله من الحليب من الفوق ونرش عليه رقائق الشوفان، نخليه يخمر مليح وندخلو الفرن على 180 درجة وحتى ل 200 درجة يا البنات. نرجع للتكتوكة تاعنا. لاحظوا معايا راهي معسلة وبنينة ما شاء الله دون لحوم ولا دجاج. لاحظي الخبز تاعنا بعد ما طاب غطيته بطرشونة باش يولي رطب يولي طري، خاطر في البداية البنات كي تخرجوه من الفرن راح تلاحظوا بلي راهو يابس. هو ماشي يابس، فقط كي يرتاح وتغطيوه بالطرشونة راح يتندى ويطرى معكم. لاحظوا الكمية يا البنات اللي تحصلت عليها ما شاء الله. نحكم الخبزة الطاجين نحاول نفتحها ونحشيها كما راكي تلاحظي بالتكتوكة والبيض والكاشير والسلطة كما تحبوا يا البنات. الحشو راهو اختياري ونحضرها لولادي. لاحظوا معايا هذا خبز الفرن. لاحظوا نحلها او نفتحها بالموس المنشار راهي خفيفه ما شاء الله. ندهنها بالهريسه كما راكي تشوفي اللي يحبوا الحاره البنات، اما بالنسبه للاطفال ما ديري لهمش الهريسه. نحشيها بالتكتوكه بالكاشير والفرماج كما قلت لكم. ديما الحشو يبقى اختياري. هذه الوصفه يا البنات تونسيه، هذا يقولوا لها ساندويتش طابونه تونسي، بنين بزاف اقتصادي وسهل في التحضير. كما تقدري ديري الوصفه للغداء وتزاودي للعشاء، فقط تحشي الكميه اللي راح ياكلوها في الغداء وتبقى لك الكميه تاع العشاء تحشيها في وقت العشاء. فقط تسخني تشكشوكه وتحشي لهم. والله بنين بزاف. هنا ضفت طونه بالزيت. كما تقدري ديري الخيار المخلل او الخيار العادي او انواع اخرى من الجبن، ودهنتها من الفوق بزيت الزيتون باش تجينا بنينه بزاف. وضفت عليها الجبن المبشور
وصفة خفيفة وبنينة كامل يحبوها. وهكذا هي البنات راح تظنوا ان ولادكم رايحين يتناولوها. لاحظي والله بسم الله ما شاء الله الشكل تاعها جميل وبنينة. اذا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير ديروا لي جيم وبارطاج باش تعم الفائدة بين الاحباب والاصدقاء. والان ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. الى فيديو اخر، سلام.